أهلا بالجميع. بعد الضجة الكبيرة التي أثارها توقيف الفنان الجزائري محمد بن شناد على خلفية حادثة مقام الشهيد، خرجت طليقته المؤثرة الجزائرية سيليا ليمام عن صمتها في تصريحات أثارت بدورها جدلا واسعا. سيليا أكدت أنها لا تربطها أي علاقة بطليقها، وأنها غير معنية لا بما يفعله ولا بآراء الناس حوله، مشددة على أنها تعيش حياتها بشكل طبيعي إلى جانب طفليها إيفا وآدم. ورغم محاولتها إظهار اللامبالاة، إلا أن المتابعين لاحظوا علامات الابتهاج واضحة على ملامحها، وهو ما اعتبره كثيرون نوعا من الشماتة الخفية. غير أن سيليا نفت ذلك بشكل قاطع، مؤكدة أنها لا تتشفى، وأنها بنت أصل لا ترد الإساءة بمثلها. وأضافت سيليا أن عند دخول أختها منى الإمام السجن سابقا، كان الكثيرون يتشفون في عائلتها، لكنها تعلمت الدرس جيدا وترفض أن تنحدر إلى نفس المستوى حتى وإن تعلق الأمر بوالد طفليها. بهذا الموقف تكون سيليا قد أرسلت رسالة مزدوجة: نأي بنفسها عن قضية محمد بن شنات، وفي الوقت نفسه تلميح غير مباشر بأنها تعتبر ما يحدث له جزاء طبيعيا لأفعاله.